السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا ربنا، وما تنسوش الذكر. ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكمان ما ننساش ندعي لإخواتنا وحبايبنا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم على أعدائهم يا رب، اللهم آمين. احنا هنا الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو جميل جدا وبسيط وسهل وسريع جدا، يعني مش هياخد مننا هما بالظبط 10 دقايق أو 11 دقيقة. طبعا احنا في موسم البطاطا، والبطاطا طعمها دلوقتي بيبقى يعني مسكر وحلو يعني. على رأي اللي بيقول يا معسلة يا بطاطا، ففعلا هي بتبقى في الوقت ده معسلة. انا هنا هعمل البطاطا في كيس حراري. لو مع يعني مثلا لو انتي عايزه تشوي البطاطا بس ما انتيش عايزه تولعي فرن، ولا مثلا عايزه تخلي الشقه بتاعتك مثلا تبقى فيها دخان او صهد او كده، وفي نفس الوقت ممكن تكوني ما انتش عندك فرن اصلا شغال كويس، فنقدر نعمل بديل. البديل هنا ان انا معايا كيس حراري من اللي هو بيدخل الفرن. هرص فيه البطاطا بتاعتي بعد ما اكون غسلاها طبعا كويس جدا. انا عامله مثلا حاجه كده بغسل بها البطاطا او البطاطس والخضار والحاجات دي، بتبقى نظيفه جدا جدا زي ما انتم شايفينها كده، ما شاء الله اللهم بارك، يعني القشره تتاكل لو حد بيحبها. ف نرصها بقى بعد كده بقى في كيس حراري، ونجيب صينيه ونحطها فيها. تختاري مثلا البطاطا المتوسطه، ما تكونش كبيره قوي ولا تكون صغيره قوي، يعني ما يكونش فيها لحم، لا يعني تكون متوسطه. وبعد كده بقفل الكيس بتاعي كويس جدا. ممكن اربطه، وممكن ان انا اعقده بالقفل بتاعه، يعني بيبقى فيه زي شريط كده متقسم اجزاء، بناخد جزء منه وبنقفل بيه الكيس بتاعنا. فدي طريقة سهلة جدا للي مش عاوز يحط البطاطا في الفرن، او ما عندوش وقت انه يقعد يستنى على فرن شغال او كده يعني. فلو انت بتعملي حاجة في المطبخ، او بتشطبي معون، او بتعملي مواعين يعني مثلا، او بتشوفي اي حاجة وراكي، ممكن تحطي الصينية على البوتاجاز وهتتشوي، وهتبقى طعمها ما شاء الله اللهم بارك معسلة وجميلة جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين الخطوة دي اهم حاجة، بس عايزاكم تركزوا فيها. اللي عنده اكياس حرارية يستعملها، انا كان عندي، فعشان عندي انا خدت الكيس الحراري. هقول لكم على البديل دلوقتي. بحط حوالي ربع كوباية مية. ده ليه؟ انا ممكن ما احطهاش، كده كده البطاطس سوري البطاطا هتنزل ميه ومش هتبقى محتاجة حاجة. بس عشان اشغل الصينية بتاعتي كأني محمية فرن. يعني أنا مثلا لما باجي أحط البطاطا بولع الفرن الأول وأسخنه زي نار الكيك كده، وبعد كده بحط البطاطا وأسيبها على الهادي. أو أنا عملت نفس الموضوع، جبت صينية ما تكونش بتلزق، وحطيت فيها حوالي ربع كوباية مية، وبعد كده إيه حطيت الكيس بتاعي رصيت فيه البطاطا بتاعتي. ايه اللي وبعد كده بقفلها بقى كويس بالفويل. ده ليه؟ عشان احبس البخار كويس جدا جدا، عشان البطاطا تستوي بسرعة. والله العظيم الوقت خني، انا فعلا كنت منبهرة جدا لان ما كنتش مصدقة. انا اول مرة اسويها في كيس وعلى البوتاجاز، يعني اول مرة اشويها في كيس وعلى البوتاجاز، فانا عملتها معاكم. الفيديو انا صورته وقلت اوريكم النتيجة بتاعته. بعد ما حطيت بقى الكيس، حطيت فوقه فويل وقفلته كويس بحاجة، طبق مثلا على قد الصينية او غطا او كده. المهم اللي ما عندوش الكيس الحراري، البديل ليه الاسترتش راب. لو حد عنده بكرة استرتش، تاخد مثلا على كل واحدة كده نعملها زي البونبوني البطاطا، نحط كل واحدة في حتة كده من الاسترتش، او ممكن برضو نلفهم كلهم مع بعض. بس عشان يبقى سهل انك تعرفي تشيلي كل واحدة لوحدها، الافضل انك ترص كل واحده في ايه، في قطعه من الاسترتش. انا ريحت دماغي، وكمني كان عندي الاكياس اللي انتوا شايفينها ديت، فطلعت كيس وقلت بسرعه كده ايه هحط البطاطا بتاعتي في الكيس، وبعد كده ايه يعني اقفلها بفول وهتستوي بسرعه جدا. يعني ما كنتش مصدقه. زي ما انتوا شايفين كده، انا خدت الكيس قلبته على الناحيه التانية بعد بالظبط 5 دقايق.
5 دقايق بالظبط، هي كلها على بعضها خدت على البوتاجاز ما يكملش تلت ساعة، يعني بالظبط تلت ساعة على الهادي استوت، او ربع ساعة كمان. ما غابتش خالص، الكيس اصلا بيحبس البخار فبيسوي الحاجه بسرعه جدا. فانا كنت عاملاها على ممكن انتوا تعملوها على البوتاجاز، وانا كنت طبعا عشان مش عايزه ادخل مثلا اقف ولا اعمل حاجه جوه، كنت حطاها على العين اللي انتوا شايفينها اللي هي قدامي ديت. ده عين صغيره كده، بوتاجاز صغير بس بالكهرباء. ممكن اللي انا احط الحاجه فيه واقعد بقى لو انا قاعده في اي مكان في الصاله في اي حته اتدفى بقى بالمره يعني. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طالعه تحفه جدا. والله الوقت خاني زي ما بقول لكم، انا مش مصدقه ان البطاطا استوت بسرعه جدا. المفروض ان انا كنت افتح عليها بعد 5 دقايق بالظبط، يعني اضيرها على الناحيه التانية وافتح عليها، يعني 5 دقايق اضيرها، 5 دقايق المفروض وافتح عليها اختبرها. لقيتها ما شاء الله اللهم بارك اتهرت، مش استوت، اتهرت. يعني الكيس ده ينفع كمان في البطاطا اللي حجمها يكون اكبر من كده. ما شاء الله اللهم بارك، طلعها تحفة جدا. بعد كده بقى انا قلت اسرع بقى العملية عشان اخد الوش بقى. طبعا زي ما تكون مستوية في الفرن. بصوا زي ما انتم شايفين الكيس ماسك في البطاطا، لان الكراميل بتاعها ما شاء الله اللهم بارك ماسك فيها. فانا قلت بقى اما اشيل الكيس خالص واحطها في الصينيه دي، ما بتلزقش الصينيه دي اتحرق. متهيألي انه تيفال او مش فاكره نوعها ايه، بس المهم ان هي ما بتلزقش. فقلت بقى بالمره اكمل التسويه بتاعتها بقى من غير الكيس خالص. شلت الكيس وقلبتهم وسبتهم بقى ياخدوا الوش على ال الصينية من غير كيس. خدوا بالكم انكم لو شغالين بتعملوا حاجة ومولعين فرن، ممكن لو انتوا بتعملوا كيك ممكن تدخلوها جنبها. ممكن لو بتعملوا اي حاجة. شفتوا اتهرت، والله اتهرت. انا كان نفسي الحقها بدري شوية، ولكن انا بوصل لكم الفكرة ان هي فعلا استوت. فبصوا يعني بعد 10 دقايق نقدر نفتح عليها ونديرها بس كده. يعني 5 دقايق اضيرها، 10 دقايق اقلبها، وبعد كده ربع ساعة تكون مستوية تماما. طبعا على حجم البطاطا بقى، كل حاجة على حسب حجمها. ولكن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين انا قلبت البطاطا، خدت الوش بتاعها من الجنبين. ولو كنت طبعا لحقتها بدري شوية هعملها تاني ان شاء الله. ولو كنت لحقتها بدري شوية كانت هتبقى ماسكة نفسها اكتر من كده، فكنت هقدر ان انا اقلبها على الناحيتين وكذا، يعني على كل الجوانب، وتاخد اللون التحفة اللي انتم شايفينه اللي هو بتاع الشوي ده. بس طعمها مسكر جدا. ليه بقى؟ البطاطا نزلت الكراميل بتاعها اللي هو العسل بتاعها في أرضية الصينية، فعملت زي ما نكون حرقين سكر يعني أو مكرملينه. بس ما شاء الله اللهم بارك، تحفة، طعمها جميل جدا واستوت بسرعة جدا. بصوا والله مهرية يعني. وصفة سهلة جدا جدا. سامحوني طبعا نسيت اقول لكم طبعا واحنا شغالين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما ننساش نستغفر ربنا وندعي ربنا كتير، وما تنسونيش من دعاكم. ربنا يا رب يأجرنا ان شاء الله ويغفر لنا ويسامحنا ويتقبل منا كل عمل صالح يا رب، اللهم امين. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا طبعا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم على اعدائهم يا رب، اللهم امين. ربنا يحرر يا رب القدس، ويحرر المسجد الاقصى، ويكتب لنا صلاة فيه يا رب، اللهم امين ان شاء الله. بصوا بقى حبيبتي، البطاطا جميلة جدا بصراحة. هي كانت عايزة تتاكل بالمعلقة بقى خلاص، هي اتهرت بمعنى صح. هوريكم كمان ال- الجلدة بتاعتها او القشرة بقى صح، القشرة بتاعتها بتسيب كده. انا شفته وسبته لاخر حاجة دول. دي بصوا القشرة بتسيب من البطاطاية، اتهرت. والله القشرة طعمها مسكر جدا يعني، لان الكراميل كله كان فيها. بصوا بتسيب القشرة بتاعتها ازاي، سهلة جدا جدا جدا. يعني متهيألي دي تعتبر اسهل طريقة تعملي بيها بطاطا. ولو يعني لو نفسك تعملي بطاطا للولاد مثلا وما انتش عايزه تشغلي فرن وانت قاعده مكانك كده، هو ممكن تعمليها. لو انت واقفه على البوتاجاز بتعملي اي وصفه او اكله او طبخه، ممكن تعمليها جنبك. بصوا القشره سايبه خالص ازاي، ما شاء الله اللهم بارك، طالعه تحفه، طعمها جميل جدا. والله بجد انا فرحانه لان هي فعلا ما خدتش حاجه خالص في السوا.
وسهلة وجميلة جدا يعني. اللي بيحب البطاطا بقى يجيب البطاطا ويعملها. استنوا مني اعمل لكم كذا طريقة لشوي البطاطا بأسهل طرق. انا عرفت طرق كتير، وانا برضو جربت طرق كتير. فاعمل لكم كذا طريقة للي حابب اللي هو ايه، يعني ياكل بطاطا مشوية وفي نفس الوقت من غير مجهود. سهلة جدا وبسيطة جدا جدا. يا ريت بقى اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الوصفات والفيديوهات بتاعتي. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بتعليق حلو منكم كده، وكمان ما تبخلوش عليا باللايك، لايك حلو بقى كده. وقوموا اعملوا بطاطا ويتدفوا بقى. شفتوا يعني الشتاء بيجي بالخير بتاعه. يعني سبحان الله كل حاجة فيه جميلة. يعني كل حاجة ربنا خلقها جميلة جدا جدا. نحمد ربنا على النعم دي والله الحمد لله. اللي في الطبق ده بقى خلاص انا هاكله بالمعلقة. وبصراحة يعني يا جماعة مش شرط ان انتوا تاكلوا البطاطا يعني تمسكوا صباع كامل يعني. بالعكس ده هي احسن حاجة انكم انتوا تفرغوها كده في طبق وتقعدوا تاكلوها بالمعلقة. واللي بيحبها سخنة يعني طبعا. لكن اللي بيحبها باردة يستنى عليها لما تبرد بقى. سامحوني طبعا اتهرت مني. لكن ان شاء الله اوعدكم في المره الجايه ان انا وانا بعمل بطاطا هاخد بالي كويس جدا لو عملتها في الكيس او في الاسترتش راب. اخد بالي اني افتح بدري شويه، لان انا قلت مش معقول يعني هتقعد لها على الاقل نص ساعه. ما خدتش نص ساعه، ما خدتش تلت ساعه. هي استوت ما شاء الله اللهم بارك في اقرب وقت واسرع وقت. يعني لو انتي بتعملي اي حاجة جنبك، لو بتغلي لبن هقولك ايه مثلا، لو بتعملي اي حاجة ما شاء الله اللهم بارك في يعني بالظبط كده. هما تلت ساعة ربع ساعة كنت مجهزة. بالهنا والشفا. ويلا اشوفكم في رعاية الله، مع السلامة.